اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول لكم إن أنا بحبكم، عايزة أقول لكم إن أنتوا وحشتوني. يا ترى وحشتكم زي ما وحشتوني؟ يلا كده عايزة أقول لكم إن أنا كمان بحبكم من جوه قلبي، من صماصيم قلبي. صمصومة صمصومة. النهاردة بقى روتين جديد ويوم جديد هعيشه معاه أحلى إخوات في الدنيا، مع أغلى وأجمل عيلة بحبها، إخواتي اللي معرفهمش وجوه قلبي مربعين كده وقاعدين كده قاعدين وإيه مرحرحين. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا. يلا بقى يا حلوين كده يا غاليين، حطوا لايك للفيديو علشان الفيديو ده أنا تعبت فيه جدا وما نمتش إلا ما عملت كل الحاجات دي. الروتين ده روتين شتوي مسائي. اعملي كومنت حلو بقى وادعي لي دعوة حلوة من قلبك واثبتي وجودك وامضي حضور وانصراف كمان. ويلا بسرعة اعملوا مشاركة لأصحابك علشان بإذن الله قناتنا تكبر ونبقى أكبر وأجمل عيلة في الدنيا. بجد أنا بحبكم جدا والله العظيم، ما بيعديش اليوم عليا غير لازم أنا أشوف كومنتاتكم وكلامكم الحلو ودعواتكم الحلوة ليا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. أول حاجة كده عملتها طبعا زي ما انتوا عارفين وكالمعتاد لازم اللبن يفور مني على البوتاجاز. غسلت البوتاجاز علشان انا معرفش بوتاجازي كده يقعد متوسخ حتى لو المطبخ فاضي. على فكرة انا قعدت بقول لكم 6 سنين والله العظيم على مطبخ بالشكل ده بالظبط. حتى ما كانش عندي ترابيزات دي كلها، هي كانت ترابيزه واحده بس ما كانش عندي حاجه خالص غير التلاجة والترابيزه والبوتاجاز وشويه مواعين كنت متجوزه بيهم، يعني طقمين حلل اقسم بالله، وشويه حاجات كده كنت حطاهم في كرتونه السخان وعينهم في الدولاب لغايه ما عملت المطبخ اللي انتوا شفتوه ده. كنت متجوزه بمطبخ قطعتين خشب بعته ب 800 جنيه. كنا رايحين نشتري عربيه فحطيتهم في العربيه. يعني ايه حطيت ده والمطبخ بتاعي في العربيه عشان ايه نبدا حياتنا، عشان احنا بادئين خالص على الابيض. جوزي خلص كليه التجاره وانا خلصت كليه التربيه وقعدنا بيهم في البيت، فبدات مشاريع كده والحمد لله. إيه شويه ظروف حصلت شويه مشاكل بس الحمد لله ربنا بيعين وبيقوي كده. وفي الاخر عملت المطبخ الاحمر والحمد لله ربنا هيقويني باذن الله واغير لونه باذن الله او نعمل جديد. سيبوها لله كده وانتظروا المفاجآت باذن الله. بس انا مش بحب اقاطع كده، ادعوا لي بس دعوه حلوه ان ربنا يكبر بخاطري. غسلت كده البوتاجاز وكمان نشرت الغسيل، ودلوقتي هنعمل مع بعض احلى شويه بطاطا. كوز العسل يا بطاطا يستاهل بقكم. حاجه كده حلوه قلت اتدفى بيها وانا قاعده كده في الارض. على ما اخلص اللي ورايا تكون البطاطا استوت اعش بيها العيال. ما انا بعش العيال دلوقتي بطاطا بقى قرص اي حاجه عندي في البيت، يعني العيال بتعشوا من بواقي الغدا يعني، وبقيت بعمل حاجه على القد بالظبط. كلنا لازم نعمل كده. كنت بكلم يا سماح يا عزه، بس اعتقد كنت بكلم سماح اختي. جالها احباط يا جماعه. فين لايكاتكم ومشاهداتكم وكومنتاتكم الحلوه لسموحه اختي؟ روحوا كده لسماح يلا ام غرام، يوميات ام غرام، اشتركوا عندها وقولها ان انتوا جايين من عند رشروشه. قناه يوميات ام غرام هي لسه مبتدئه كده بتتعلم. شجعوها عشان هي هتفتحها مصدر رزق ليها ولبنتها. ربنا يا رب كده ما يوقع حد في دقيقه ابدا يا رب، نفضل كلنا كده باحسن صحه واحسن حال. مسكت كده ورقه فويل فرشتها في الصينيه علشان ما مش عايزه اغسل الصينيه. زي ما انتم شايفين طبعا ما فيش حوض في المطبخ. اللي سالتني قالت لي انت بتغسلي المواعين فين؟ انا الاطباق بحطها في الغساله والمواعين بغسلها وبشطفها في البانيو. وبمسك الحله كده اشطفها من غير ما اخليها تلمس البانيو خالص، بشطفها في الحنفيه بتاعه الدش واقوم حاطه فوطه على الغساله بتاعه الهدوم وبقلب الحله عليها بصفيهم. تمام تمام. فالجيش قال لك اتصرف. مش معنى ان انا ما عنديش مطبخ ان انا مطبخي يبقى وسخ، مش معنى ان انا ما عنديش حوض يبقى انا مواعيني لازم تكركب. فاهميني؟ فلازم كده نتأقلم على كل حاجه. انا الحمد لله برضه بكل حاجه، بس اللي مضايقني بس انا مش عارفه اصور لكم لا وصفه ولا حاجه، لان طبعا الوصفه كنت بصورها على الرخامه. هنقعد في الارض نعمل وصفه حطوا لايك للوصفه. لو وصلتوا لغايه هنا اكتبوا رشروشه وصفه. دلوقتي هتعملي ايه يا رشروشه؟ دلوقتي معانا الدقيق. حطيت كده هعاير 7 كوبايات من الدقيق، و7 كوبايات من الدقيق يبقى 2 كيلو من الدقيق. كل كيلو دي بما يعادل 7 كوبايات، واحيانا بيبقى 6. الدقيق بتاعي بدأ يطلع حشرات، فعشان كده بقول لكم لازم ننخل الدقيق. كانت في حد كاتب لي او واحده كاتبه لي بتقول لي حرام ان انت تنخلي الدقيق ليه؟ يعني الحلال ان احنا ناكل فيه سوسه ولا دوده ولا شعرايه ولا فولايه ولا اي حاجه ولا شويه زلط فيه حتى. يعني المفروض ننخل الدقيق عشان الدقيق ده بيجي من عند تجار وبيبقى معبأ مش آلي، معبأ يدوي يعني، او بيتقفل يدوي. يعني احيانا بيبقى يدوي، احيانا في حاجات بتتعمل يدوي يا جماعه. زي سكر التموين كده بيتعبأ يدوي، خلي بالكم بيجي كده شكاير وبيعبقوه يدوي. حطيت 2 كيلو من الدقيق، عليهم 8 معالق من السكر، عليهم نص معلقه صغيره من الملح، وعليهم كيس من البيكنج باودر.
لو انت عيله مكونه من 5 افراد اعملي 2 كيلو حطهم في الفريزر، هيبصي هتقعدي اسبوع مش هتعملي فطار. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من الخميره الفوريه، وبعد كده هقلب المواد الجافه كده مع بعضها. هقول لكم مقدار كيلو بقى من الدقيق: كيلو دقيق، 4 معالق سكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. تمام. تمام. انا بقى دلوقتي النهارده هعمل 2 كيلو دقيق بكوبايه زيت واحده بس، مش عايزه النهارده احط زيت كتير. بعصر الازازه طبعا، عشان طبعا ازازه الزيت بقت غاليه جدا، وما عادش عندي زيت من اللي هو الفا دوت، خلص خلاص. عندي بقى زيت التموين اللي انا باخد ازازتين بس. فانا بقى هلم نفسي كده في الزيت، وبعمل كل حاجه دلوقتي الزيت بتاعها على قد في الطاسه وفي كل حاجه، وبهدي النار كده وبسوي حاجتي بالراحه، ما ازودش الزيت. حطيت معلقتين من السمنه البلدي او اي سمنه عندك، مش عايزه تحطي سمنه يبقى هي كوبايه السمنه الزيت بس، وهنطلع احلى قرص خفيفه في الدنيا. يعني لو تعملي كوبايه كيلو دقيق حطي نص كوبايه زيت، عايزه تحطي كوبايه الزيت كلها حطي. بس احنا بنعمل النهارده قرص خفيفه واقتصاديه. ايه اللي انت بتقلبيه بالمعلقه ده اللبن الرايب، بس ده عشان اكون صادقه معاكم، ما هوش لبن رايب. دي كانت جبنه كنت بخترعها عشان انزلها لكم على القناه وما نفعتش، فارميها، لا حطيتها في الفريزر وسبتها اعمل بها جبنه. يعني انا في كده وصفات بعملها من ورا الكواليس ما بتنفعش، بقوم عينها على طول وما منزلهاش في القناه. لازم انزل لكم الحاجه اللي تكون عند مصداقيه، عشان طبعا ما ينفعش نعمل حاجه ونرميها وتدعوا عليا، وانا عارفه ان انتوا كلكم الحمد لله احمدك يا رب بتدعوا لي. حطيت بقى بزود شويه لبن على شويه ميه لغايه ما ال2 كيلو العجين يلموا معايا ويعملوا لي كوره متماسكه مش طريه، عشان القرصه تقب معاكي وتبقى عاليه لازم العجينه تبقى متماسكه. لو خليتيها طريه كده ومرقه القرصه هتفرش منك وتبقى مساماتها من جوه واسعه، وتلاقيها كده خفيفه كده مش حلوه. انما ديت هتبقى خفيفه وهشه ومساماتها صغيره، وتحس انها قبه لفوق كده. خدت بس حته سمنه صغيره كده اقلبها في العجينه عشان تبقى ريحتها كاني حاطه فيها سمنه بلدي. لو عندك حته من وش اللبن وانتي بتحطي اللبن وبتحجني حطي معلقتين وش اللبن اللي عندك. هسيبها بقى تخمر. عندي بقى دلوقتي عندي طماطم. هنبدا بقى يا جماعه نفرز حاجات رمضان، كل واحده تفرز على قدها، ما تروحيش تجيبي لي اقفاص وتفرزيها، بالله عليكي الميزانيه مش مستحمله. هاتوا الحاجات يا جماعه على قدكم. ده اللي ب 20 جنيه طماطم اللي انا كنت جايباه معاكم في فيديو المشتريات، اللي هما كانوا عاملين 3 كيلو ب 10. تمام. تمام. انا هعملهم بس مش هعمل تاني، خلاص كده هعمل على قدي. انا بعمل على قدي، ما تعمليش حاجه وتقولي ابقي او العيال هيجوعوا بالليل. ممكن العيال ما يجوعوش بالليل والاكل يترمي وتاني يوم ما يرضوش ياكلوه. فاعملي اكلك على قدك بالظبط، وقرصه بالليل كده مع كوبايه شاي ولا الصبح بتبقى زي العسل والدنيا بتمشي. مسكت كده الطماطم ضربتها نص ضربه، لان انا بضرب اضربي حته شرقاوه من جوزي. بضرب الطماطم. احسن ناس الشرقاوه طبعا، بس انا لقطت من جوزي حاجات كده، يعني زي ما هو لقط مني حاجات برضو. احنا في متغمر بنقول يعني لو حاجه كده، يعني اتفاجئتي بيها تقولي حصل كان بيقول لي دلوقتي وقعد بيقول ضربت الطماطم نص ضربه عشان دي هعمل بيها محشي، ما بطبخش بيها. لو انت هتطبخي بيها نعميها قوي، وممكن تديها غلوتين كمان على النار، بس انا بسيب فيها شويه ميه كده علشان ما اجي احط البصله بتاعت المحشي تستوي معايا على ما تتسبك. تمام. تمام. ده بقى فلفل مسلوق، ده شطه مسلوقه، شطه نار يا حبيبي نار. عارفين نار يا حبيبي نار اهو، يا دي بقى. بصوا يعني طعمها حلو قوي بجد والله، بلحس منها لحسه كده بتجيب لي قشعريره من كتر الشطه. ضربتها سلقتها. ليه ما ضربتهاش قبل ما اسلقها قبل ما اعملها في الحله كده في الكبه؟ عشان تنعم معايا. انا عايزه صوص شطه، لان الشطه دي بتقعد عندي تقريبا اكتر من سنه، تحطها في الفريزر طلعي منها نص معلقه مع هريسه الفلفل اللي انت بتعملي بيها السمك، بتخليها سبايسي وتحفه. حاجه كده تخليكي ما تشتريش صوص الشطه من بره خالص، او الصلصه الحاره بتاعتك اللي بتجيبيها من بره. شايفين انا ضربتها حلو قوي قوي. حطها بقى على البوتاجاز تتسبك شويه عشان تتقل بس هنحط لها دي بقى نص كوبايه زيت، لانها صوص شطه، صوص مش هريسه فلفل. يعني دي ما تاخديش منها معلقتين 3 كده تعملي بيهم سمك، دي تاخدي منها نص معلقه صغيره او معلقه صغيره بس لو انت بتحبي الحاجه سبايسي. تمام. ما تعمليش منها كتير، يعني لو عملتي كيلو فلفل كيلو شطه او نص كيلو او 2 كيلو حلو قوي، هيعملوا معاكي تقريبا 3 برطمانات من برطمانات الصلصه اللي هي نص كيلو. تمام. تمام.
دلوقتي دي الطماطم، جبت اكياس التلاجة، وطبعا الطماطم دي اصلا عاملاها قبلها بيوم. وان شاء الله هنزل لكم الوصفات بتاعه التفريزات كلها في فيديو متواصل، فيديو مع بعض وكده، علشان ما تقعديش تلفي وتدوري حوالين نفسك. هنزلها على وصفات رشروشه، دي قناتي التانية، قناه وصفات رشروشه، بنزل عليها وصفه وخير الكلام ما قل ودل. دلوقتي بقى مسكت الطماطم، والكيس ملوش ربطه غير الربطه دي، بعقدها كده وببطط الطماطم، بتبططيها علشان لما تطلعها من الفريزر ما تاخدش معاكي وقت. يعني ما تحطها ليش كلكعه كده وتحطها لي في الفريزر، لا انا عايزاها مبططه علشان ما تاخدش مساحه وتتحط فوق بعضها كده مرصوصه. تمام. هنفرز حاجات على قدنا، يعني انا من الناس اللي ممكن افرز كيلو بسله، 2 كيلو، 2 كيلو باميه، كيلو سبانخ، كده فاهميني، كيلو جزر، بفرز على قدي بالظبط. تمام تمام، لان الاكلات دي اصلا بيبقى فيه سبحان الله يعني حاجه، خضروات طالعه للشتاء وخضروات طالعه للصيف، بس احيانا احنا نفسنا بتروح لحته باميه في الشتاء، لطبق بسله في الصيف، فبنعين كيلو او 2 كيلو حلو قوي، رضا قوي. وكل واحد يعين يا جماعه، ما عشان ما يقولش لحد انا عايز منك حاجه، كل واحد يعين على قده. الحاجه موجوده دلوقتي، ما تستنيش تطلبيها من حد. ادي البطاطا استوت، حطها في الفرن وحطيت لها نص كوبايه ميه، وكانت كل ما الميه تخلص احط لها نص كوبايه ميه كمان. زي ما انتم شايفين ورقه الفويل، صحيح كلفتني ورقه فويل، بس خلتني مش هقعد ادعك في الصينيه، لان الصاج ده لما بيدعك بيتعبني جدا، وما عنديش حوض ادعك عليه، فانا بمسك الحاجه كده اللي عندي، تيفال ولا سيراميك ولا اي حاجه، بدعكها على ايدي كده وانا واقفه، ما بحطهاش على الارض ولا حاجه. تمام تمام. بشيل بقى انا البطاطا كده، بحطها في صينيه علشان تبرد معايا واديهم يتعشوا، على ما اكون قرصت القرص طبعا هي تحت الطبق، سايباها تخمر على البوتاجاز من فوق، والقرص طبعا البطاطا مدفيه معايا البوتاجاز، قمت انا حاطه الصينيه بقى، ما هو الجيش قال لك اتصرف فوق البوتاجاز، فما خدتش تقريبا مني ساعه ونص تخمير. ادي كل ما العجينه كميتها بتكبر كل ما بتاخد وقت في التخمير، خلي بالكم الحته دي. ادي الطماطم بقى تحطها في الفريزر بالشكل ده مبططه كده، عشان تطلعي الكيس يفك معاكي بسرعه جدا. تعالوا بقى دلوقتي تقريبا كنا الساعه 11 بالليل. عملت لي كوبايه زبادي وعليها ليمونه، وطعمها حلو، عجبني الليمون بالزبادي على فكره. بس الحمد لله، ملك بتقول لي ياما انت خسيتي، بس انا ما وزنتش نفسي على الميزان، وما رحتش للدكتور الا مره واحده بس، ما رحتش تاني، ومش عارفه هروح تاني ولا لا. مش عارفه، بس عارفين العشاء هو اللي بيتخن. يعني انا بطلت اتعشى خالص، وباكل علبه الزبادي وثمره فاكهه، بس ما اكذبش عليكم، انا كلت واحده بطاطا، مش ما اكذبش عليكم اقسم بالله، وقبلها كان في معلقتين بطاطس مهروسين. يعني بس هو العشاء اللي بيتخن. بس كانت صراحه يعني كنت ريلت على البطاطا مش عليها، انا نفسي راحت لها يعني فكلت منها حتتين صغيرين، مش هكذب عليكم برضه عارفين انتوا الواحده اللي ما كنت تفصى يعني، بس كلت، بس بان على وشي خس صح. بس ما علينا، يعني هو العشاء بامانه هو اللي بيتخن. بفطر، هو قال لي كل 5 معالق رز، انا اصلا باكلش الا معلقتين، انا اكلتي مش تقيله. تعالوا بس نشوف هنعمل ايه دلوقتي. بندهن الصينيه زيت علشان تعملي القرص، كنت هعملها قرص كبيره، بعد كده قلت لا يا بنت تعملي قرصه صغيره، عشان اللي يمسك واحده قرصه ياكلها كلها، فعملتها وسط، لا هي كبيره ولا صغيره. خلي بالك القرصه لما تتعمل صغيره ما بتاخدش وقت في الفرن عشان ما تحمصش معاكي، ولما تتعمل كبيره برضو بتاخد وقت، بس مثلا تقريبا دقيقتين 3 عن الصغيره، علشان تبقى طريه من جوه وواخده لون من بره، بس العيال بيحبوها وسط، ما يحبوهاش كبيره. تمام تمام. صغرتها كده وكورت كل الكور علشان كلها تبقى تخمير واحد، مش على ما اخمر واحد اكور واحده وابططها واكور التانية وابططها، على ما تخلصي الصينيه بتكون اللي عملتيها في الاول بدات تخمر، انا عايزاهم كلهم يبقى تخميرهم واحد، فعشان كده كورتهم كلهم مره واحده. تمام. وطبعا بتدهني الصينيه زيت، وهقول لكم السر ان انا حطيت 4 معالق سكر للكيلو، عشان ما دهنش القرصه حاجه. السكر هيخلي القرصه تاخد لون معايا في الفرن حلو، فمش هيخليني ندهن وشها، فعشان كده بقيت بحط 4 معالق سكر في كيلو دقيق لاي قرصه. تمام تمام. بططت كده القرصه، وطبعا بتدهني الصينيه زيت مهم جدا علشان القرصه تاخد لون من تحت وما تلزقش معاكي. نعمل الصينيه التانية كده. ايه رايكم في قعده الارض؟ حلوه كده واحنا قاعدين، النبي عربي يعني اللي يعني الارض حلوه، الارض من احنا اصلا كده كده هنعود للارض فالارض حلوه كده، وقعدت في الارض كده والله، بس ممتعه، بس هتخليني اجي اقف بقى اتضايق من الوقفه. والترابيزتين اللي ورا دول حاطه عليهم الخلاط والهاند بلندر والكاتل بتاعه القهوه، وحاطه اكياس التلاجة، وحاطه النسكافيه بتاعي، وحاطه كمان علبه الشاي الاخضر، اللي انا هقوم هنعمل كوبايه شاي اخضر قبل ما يعني، وانا قاعده كده بكلمكم دلوقتي بمنتج بالليل بعد العشاء.
خلصت كده القرص واتكلمنا مع بعض حلو. القرص دي يا جماعه توفر عليكي اسبوع. لو انت ست يعني زوج وزوجه، ممكن تعملي كيلو دقيق، ممكن تعملي نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ياخد ربع كيلو، ربع كوبايه سمنه او نص كوبايه، ومعلقه صغيره من الخميره، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، وعجيني بلبن رايب او لبن عادي معاه علبه زبادي. حلوه، لبن عادي معاه علبه زبادي. انا بقول شعر يا جماعه، سقفوله. دلوقتي بقى عشان تفرزيها، تحطها في اكياس تلاجة وهي دافيه، وتقومي حطاها على طول في الفريزر. اعملوا يا جماعه حاجتكم في بيتكم، اشتري الدقيق احسن ما تروحي تشتري الحاجه غاليه بالكيلو. الكيلو القرص ده اعتقد ب 100 جنيه دلوقتي او 120 جنيه. والحاجه غاليه جدا في المخابز، فهتعمليها في بيتك خفيفه. شايفين عامله ازاي؟ خفيفه وهشه وطريه وكلها حنيه. شايفين؟ جربوها النهارده ان شاء الله، وما تعليهاش قوي اكتر من كده عشان تبقى طعمها حلو، ما تبقاش عجين من جوه. تاخد تسويه في الفرن تقريبا 12 13 دقيقه، بتكون استوت على اعلى درجه حراره، والفرن سابق التسخين. فوق هي بتشغلي الشوايه وبتشغلي من تحت. لما تاخد لون من الشوايه قومي طافيه عليها وسيبها لغايه ما تاخد لون من تحت، بتبقى معاكي مستويه وزي العسل كده. تمام. الفرن لازم يكون سابق التسخين وعلى اعلى درجه حراره في فرن البوتاجاز في الرف اللي في الوسط. ولو فرن الغاز سخنيه قبل ما تحطيه، وتبقى صاحبته عارفه له درجه الحراره بتاعته ايه. حطوا بقى لايك للفيديو بقى، ولايك للقرص بتاعتنا النهارده، علشان بجد انا تعبت جدا في الفيديو ده، شجعوني بس اكمل. احطها بقى في الاكياس كده. ما شاء الله عليها، حطيت في كل كيس تقريبا كنت هحط 4، بعد كده حطيت 3 صراحه. قلت الاربعه احيانا بطلع الاربعه ما بيتاكلوش، فبطلع الثلاثه بس. ما يكون العيال بياكلوا ما شاء الله مع بعضهم، بطلع مثلا 3 اكياس. اللي بياكل بياكل، واللي بقى 2 بقوم حطاهم في الفريزر تاني. خلي بالك لو حطها على رخامه المطبخ بتفرول وبتبوظ بعد يومين، فهي بتتحط في الثلاجه في الفريزر في الديب فريزر وهي دافيه، علشان طلعيها وتسيبيها تفك كأنك لسه مطلعاها من الفرن حالا، او تحطيها في الميكرويف على نص دقيقة او دقيقة، بتبقى معاكي كأنك لسه مطلعاها من الفرن. كل الحاجات دي هتوفر عليكي كتير. اسيبكم في رعاية الله، وانتظروني في فيديو جديد. سلام.